أهلا بحضراتكم مرة تانية. الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بقت مش مجرد مصطلحات رنانة أو لامعة بنقولها في حياتنا دلوقتي، لكن بقت متداخلة بشكل كبير جدا في حياتنا اليومية. ومش بس كده، ده كمان بتساعد صناع القرار في كل أنحاء العالم تقديم صورة حقيقية للواقع اللي بنعيشه. يمكن كمان حتى بتقدر تقدم صورة مستقبلية في أحيان كتير للواقع أو الأحداث اللي ممكن تحصل بناء على طبعا المعلومات اللي بتتوفر ليها، وبالتالي بتقدم صورة لصانع القرار يقدر من خلالها أنه يعني ياخد قرار حقيقي، وربما كمان بتقترح عليه بعض القرارات والسيناريوهات. موضوع خطير، موضوع فيه تفاصيل كتير هنتكلم عنه مع ضيفنا الكريم النهاردة، دكتور أحمد صلحي، أستاذ الذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال. أهلا بحضرتك يا اهلا دكتور. وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بيك. احنا في ثورة حقيقية لدرجة ان الذكاء الاصطناعي والأدوات المختلفة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأدوات التكنولوجيا العديدة زي التحليل البيانات بقت جزء أصيل من الأدوات اللي بيستخدمها صناع القرار لتحليل الأوضاع، سواء كانت أوضاع سياسية أو أوضاع اقتصادية. الكلام ده بيتوفر لكل الناس في كل الدول، ولا لسه التكنولوجيا دي مش متاحة للجميع؟ بداية الذكاء الاصطناعي زي ما احنا عارفين هو يعتبر تكنولوجيا بتحاكي المخ البشري. بالتالي هي حاليا اتطورت تطور كتير جدا، في خصوصا الفترة الأخيرة وخصوصا مع تطور الأحداث العالمية. فبالتالي أدوات الذكاء الاصطناعي دلوقتي تقدر تشوف الأحداث اللي حوالينا، تقدر تعرف ايه اللي بيحصل حوالينا، تقدر تجيب الأخبار دي كلها، تقدر تحللها، تقدر تشوف تأثير دوت على أي مؤسسة ايه، وبالتالي بناء عليها تقدر تقترح نقدر نتحرك ازاي. فبالتالي لا، الادوات الذكاء الصناعي اللي موجوده دلوقتي بالوضع الحالي اللي موجود دلوقتي عندها الامكانيه دي. طيب، لو اتكلمنا على مؤسسات الدول كمؤسسات فاعلة فيها على المستوى السياسي مثلا، وخدنا مثل بالحروب الدائرة دلوقتي سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم بشكل عام، إزاي أدوات الذكاء الاصطناعي بتقدر إن هي ترصد الظروف اللي حاصلة دي، ترصد الأوضاع العسكرية والتحركات العسكرية من خلال أدوات محددة، وتقدم حلول أو اقتراحات لصانع القرار؟ ببساطه احنا بنبتدي الاول نروح نقول للذكاء الاصطناعي انا وضع مؤسستي عباره عن سواء بقى دوله او مؤسسات تجاريه او مؤسسات صناعيه، اي ما هيكون المؤسسه دي عباره عن ايه. انا وضعي عباره عن كذا 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 كذا. فبناء على كده هوت ببتدي اقول للذكاء الاصطناعي ابتدي يشوف الاخبار اللي ممكن تاثر عليا. فيبتدي الاي اي يبتدي يبص على الاخبار ديت، يبتدي يرصد المؤشرات ديت، وبناء على كده هوت بيبتدي يديلي احتماليه لتحركات تحصل. ودوت احنا شفناه الفتره الاخيره قبل حرب ايران وامريكا. كنا بنعمل ايه في المؤسسات؟ كان باين دوت من بدري، بين السنه اللي فاتت حصلت مشكله، فكان متوقع ان في مشكله تانية تحصل. فبالتالي المؤسسات اللي كانت شغاله بالموضوع دوت بقت عارفه او عندها مؤشر بيقول المنطقه ديت هيحصل فيها مشكله. فانا كمؤسسه لو كان ليا بضاعه هتيجي من هناك او بضاعه هوديها من هناك، كنت لازم يكون عندي في بدائل. فبالتالي الذكاء الاصطناعي عمل ايه؟ قال خلي بالك المكان ده فيه احتمال يحصل خطر، ما بيقولش 100%، بيديك مؤشر يقول لك احتمال المشكله دي تحصل. فمن دلوقتي يا صانع قرار ابتدي يشوف بدايل، وممكن اقترح عليك بدايل. هو يقترح بدايل وحلول كمان، وكمان بيدي لك حاجه اسمها ميتيجيشن بلان، او بيقول لك خلي بالك ادي خطه الطوارئ اللي ممكن تشتغل عليها لو الخطر ده حصل، علشان حتى تبقى المؤسسات بيتقال عليها ايه؟ بريفنتيف، يعني بمعنى صح
بتبقى بتاخد مش يعني بتتحرك قبل ما اي حاجه تحصل. مم. فبالتالي كاجراءات استباقيه او مظبوط. احترازيه. مظبوط. اه فبالتالي تقدر تعمل حسابها من بدري، فاول ما يحصل الخطر او اول ما المؤشر يقترب. وطبعا الذكاء الاصطناعي اداني مثلا الالارم ده من فتره، هل انا بسكت؟ لا، ببتدي يعمل ابديتس، بنحدث، بيبتدي يشوف الاخبار، لقى في تحركات لسفن، فبالتالي لا، ده الموضوع قرب، ده الخطر زاد، بدل ما كان مؤشر مديلك الخطر متوسط، لا ده دخل في او اصفر، دخل في المنطقه الريد، فبالتالي بقى خطر زياده، فبالتالي انا لازم كمؤسسه اتحرك. فبالتالي بدل ما كنت اجيب من هنا، كنت لازم اجيب بدائل من اماكن تانية علشان ما تعطلش. مم. ومن هنا المؤسسات اللي بتقدر تستخدم الادوات دي بتعرف تكمل شغلها، انما المؤسسات اللي هي سايبه الموضوع، او بمعنى صح ما بتعملش الاكسرسايز ده، او مش بتستخدم، او بتستخدم الطرق التقليديه، خلينا نقول لا، في مؤسسات بتستخدم الطرق دي، بس عقبال ما بيحلل الاخبار، وعقبال ما بياخد وقت وبيجمع الداتا، طبعا واخدين بالنا ان ايه، في تسارع في الاخبار، فلازم يلحق يحلل ويلحق يشوف تاثير ده عليه، ممكن يقعد له اسبوع اسبوعين، وكل ما الاحداث بتجري اكتر كل ما الموضوع ممكن ياخد معاه وقت اكبر ومجهود اكتر، فعقبال ما بيقدر ياخد القرار ممكن تكون الحدث حصل. مم. فالاي اي هيوفر عليا في ايه؟ ممكن بكبسه زر، بزرار، يحدث، يشوف الوضع فيه ايه، بناء على الداشبورد او عمل على لوحه المعلومات اللي قدامي، يقدر يقول لي تاثير دوت عليا ايه، وبناء عليه انا كصاحب قرار، مش هو اللي هيتحرك، انا اخد قراري كمؤسسه او كمسؤول عن المؤسسه ديت، واقدر بناء عليه اتحرك. طيب. فهو بالتالي يساعدنا. الداتا اناليسز او تحليل البيانات، هل هي احد ادوات الذكاء الاصطناعي اللي بيشتغل من خلالها؟ بالتاكيد طبعا، لان آه. الذكاء الاصطناعي برضك هو ايه؟ جمع اخبار. طيب ما هو لازم برضك انا اكون مديله بيانات عني، منتجاتي ايه، بتحرك ايه، هجيب ايه منين، فلازم يكون في كمان داتا موجوده عندي، مش داتا كمان، ممكن تكون عندي بيج داتا او عندي بيانات كتيره، فلازم يشوف ده وتاثير على ده، وبناء عليه يقدر يحلل البيانات بطرق كتيره في التحليل، وبناء عليه يقدر يديني سيناريوهات كمان اقدر اتحرك بيها، سيناريو واحد، سيناريو اتنين، سيناريو تلاته، بناء على تحليل ده بيشوف ده وتاثير ده على مؤسساتي ايه، مؤسستي جوه ايه، وبناء عليه اقدر اتحرك. فبالتالي لو هجيب شحنات من مكان معينه، خلي بالك لا، خلي السفن تمشي من طرق تانية او تجيب من طرق تانية، خلي بالك ده النفط هيعلى، فبالتالي منتجاتك هتعلى، فبالتالي الكوست بتاعتك هتعلى، كتكاليف هتعلى، فتخلي بالك لازم من دلوقتي تبقى زي ما حصل هنا حتى في مؤسسات مصر، واحنا شفنا ده وقت ما حركوا اسعار البنزين. مم. قال لك بناء على ايه؟ لا خلي بالنا يا جماعه الخير، الاسعار هتعلى، فاحنا لازم كدوله، وديت حضرتك صراحه من الحاجات الجميله اللي حصلت، نستبق الاحداث، ولازم نبقى عاملين حسابنا ان حاجه زي كده هتحصل، بالفعل حصلت، فهم بالتالي ايه؟ غصب عنهم رفعوا، فبالتالي عشان يعرف يوفر البديل، مم. وبالتالي قدروا يتحركوا وقدر يحصل فيه. حتى دلوقتي احنا شايفين في استقرار حصل، بعد ما كانوا بننام او النور بيطفي من الساعه 9، لا الدنيا دلوقتي ابتدت ايه؟ تفتح معانا اكتر، فده ان هم قدروا يتحركوا في الوقت المناسب. طيب، واحنا بنتكلم عن الداتا اناليسز وبنتكلم عن البيج داتا، هل التلاعب داتاز في اماكن معينه في العالم مش متوفره في كل الدول، مظبوط. صح كده؟ مظبوط. طيب، هل الدول اللي عندها السنترز اللي من خلالها موجوده البيج داتا بتاعه مناطق مختلفه من العالم تقدر بشكل ما تدخل بيانات خاطئه من خلال السنترز اللي موجوده عنها، وبالتالي بما انك مدخل بيانات خاطئه عشان تتلاعب بشركه ما او بدوله ما او باي حد انت بتهدف انك تتلاعب بيه، فهتطلع لك نتائج غير سليمه لان المدخلات غير صحيحه. مظبوط. هل ده بيحصل؟ هل ده ممكن يكون احد التحديات المهمه جدا لصناع قرار، سواء كانوا في مؤسسات حكوميه او كانوا حتى في مؤسسات خاصه؟ طبعا ده من ضمن التحديات اللي موجوده. هو في الصراحه في كذا تحدي، بس لو جينا نقول تحدي زي اللي حضرتك اتكلمت عليه دلوقتي، انا لازم يعني ديت من ضمن الحاجات المهمه،
وانا بتعامل مع الاي اي بيبقى في حاجه، بنقول حاجه اسمها لازم يكون في هيومن ان ذا لوب، بمعنى البني ادم لازم يكون موجود. طب ايه وظيفتي انا كمدير؟ هو جاب لي بيانات وجاب لي اخبار وشافها تاثير عليا. طيب الاكسرسايز دوت او اللي عمله دوت انا كنت بعمله قبل كده، فلازم اراجع الاخبار اللي هو وريها لي واشوف مدى الاخبار ديت فعلا اخبار اقدر اثق فيها تراستد ولا لا. فلو لقيتها بالفعل تراستد وموجوده في كذا مكان، خبر جاي من رويتر، خبر جاي من بلومبرج، خبر جاي من ونفس الخبر بس مع اختلاف تناوله، واشوف ده تاثيره عليا شكله عامل ازاي، فبالتالي اعرف اقيم. زي بالظبط كده اديت موظف شغلانه رجعها لي، فانا لازم ابص وراه، انا مش هاخدها وانا مغمض. فبالتالي لازم يكون في بني ادم بيراجع ورا الاي اي. لما ممكن يغلط، ممكن يكون متوجه، ممكن يكون متوجه، ممكن يكون اديته جاب بيانات صحيحه وشاف البيانات بتاعتي، بس ممكن يكون فهم بياناتي بطريقه غلط. احيانا البني ادم مننا ممكن يحصل له مس اندرستاندينج في معلومه. صحيح. فانا بالتالي الاي اي بيحصل معاه كده، بيحصل معاه كده، فانا لازم كمان حتى اطمن انه فهم حاجتي صح، فهم السيتويشن بتاعتي صح، لان ممكن بعيدا عن التوجيه ما ممكن يكون فهم غلط، فانا بطمن انه كمان فهم صح، علشان بناء عليه لو اداني ريبورت في حاجه ناقصه او اداني مؤشر في حاجه غلط، لا خلي بالك المؤشر ده راجع فيه كذا وكذا وكذا وعدل التقرير تاني. بالظبط كده، عندي موظف جبت التقرير، لا راجع نقطه واتنين وخلص التقرير وارجع لي تاني. طيب ايه تاني من التحديات اللي بتكون امام صناع القرار لما بيتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي او الاي اي وبيقدم لهم عرض تفصيلي لحالة ما وبعض الحلول او السيناريوهات للمستقبل؟ اول حاجه البيانات، فين بيانات المؤسسه؟ فلازم الاي اي مثلا علشان يعمل اناليسز محتاج 20 معلومه من عندي ومن بره. طب المعلومات اللي عندي فين؟ وهل المعلومات اللي انا بطلعها من السيستم بتاعي مظبوطه ولا لا؟ ابديتد ولا لا؟ فبالتالي ده اول تحدي. في مؤسسات كتيره دلوقتي احنا شفناها الفتره اللي فاتت للاسف لحد دلوقتي شغاله، مش هقول بالورقه والقلم، شغاله بالاكسل، شغاله ببرامج بدائيه مش اي ار بي سيستم. فبالتالي الموضوع صعب. دي نقطه. النقطه الثانيه، فين الكفاءات والموظفين اللي يقدروا يتعاملوا مع الاي اي عشان يطلعوا البيانات ديت؟ لان برضك التعامل مع الارتفيشال انتليجنت الاي اي لازم يكون محتاج يكون شخص بيعرف يكلمه كويس. انا مش بيكلمه كودينج، انا بتكلم ان هو ايه، يعرف يتعامل معاه، بيعمل حاجه اسمها برومبتنج انجينيرنج. يعرف يكلمه صح، يعرف يكتب له برومبت صح علشان يعرف يشغله صح ويقدر ياخد منه اوتكم مظبوط. فين الناس ديت؟ فلازم كمان حتى انا كمؤسسه ادرب ده. النقطه الثالثه، لازم يكون حتى المديرين او الموظفين اللي بيعرفوا يشغلوا الاي اي يعرفوا يراجعوا وراه في ايه، يعرفوا لو غلط، يعرفوا عارف حاجه كده هو ايه السكيل او المهاره اللي تعرف تطلع الغلطه جايه فين. دي مهمه. زي بالظبط كده هو ممكن يجي لك مليون رقم او ارقام كتيره، فانت بتبص جايه كده هو لا الرقم ده في حاجه غلط، فلازم تكون المهاره ديت موجوده. فدول من ضمن الحاجات التحديات المهمه علشان اقدر استفاد، لان الاي اي سريع، هيجيب ابديتس على طول، هيجيب لي مؤشرات على طول، فانا لازم اكون متماشي مع السرعه دي، علشان لو انا حتى اتاخرت في اتخاذ القرار، احنا بنشوف قرار بيطلع بيأثر، فانا لازم الحق اتحرك. فانا لازم كمان تكون عندي المهارات اللي تخليني اقدر اتحرك بنفس السرعه علشان اقدر استفاد او اقدر اقلل المشكله اللي ممكن تحصل، يا اما اقلب الريسك ده او اقلب المشكله ديت لاوبورتيونيتي، فرصه اقدر اقتنصها. يعني الناس اللي كانت شغاله مثلا في مجال اللوجيستكس، الناس ديت من ضمن الحاجات الجميله اللي كان قاري من بدري، كان عارف ان لما المشكله ديت هتحصل فبالتالي هنروح للطرق البريه اللي هتاخد من الخليج للبحر المتوسط، البحر الاحمر. فبالتالي اللي كان مستعد هو اللي قدر دلوقتي ابتدى يشتغل على الروتس ديت وعلى الكاريرز ومجهز الكونتينرز ومجهز عربياته ومجهز وقاعد مستني.
لان احنا كلنا من بدري شايفين ده هيحصل، فبالتالي خلاص ده اتحرك وده اللي خد طيب تاني نرجع للديتا سنترز، واعتقد مصر بدأت في الدخول في المجال ده، وكان في توجيهات من الرئاسة اننا نبتدي نشتغل على التراك ده استشرافا للمستقبل، برضه اعتقد الموضوع ليه قدر من ان يبقى في قدر من الامان، ان معلوماتك انت كدولة تكون محفوظة عندك، ما تكونش مظبوط. موجودة في دولة أخرى قد يعني يكون في أي اختراق أمني ليها. هل الكلام ده صحيح؟ هل كل دولة محتاجة إن هي بشكل أو بآخر معلوماتها المهمة الحساسة تكون موجودة عنها في داتا سنترز خاصة بيها جوه البلد؟ ده لازم، ده امن قومي. طب لازم يكون ده موجود. كل المؤسسات، الدول او حتى المؤسسات او الشركات لازم تكون عندها الداتا سنترز بتاعتها اللي ممكن تحفظ فيها، لان مش كل المعلومات ممكن تخرج كلاود، تخرج على السحابه برضه. في بعض المعلومات ممكن مفيش فيها ادنى مشكله، بس في معلومات تانية ما ينفعش تخرج، ما ينفعش حد يشوفها. فلازم انا كدوله وكمؤسسه اقدر تكون عندي التكنولوجي وعندي الامكانيات ان اقدر احفظ الداتا ديت، واقدر كمان اشتغل عليها، وكمان اقدر ان اعمل الاي اي موديل بتاعي. ولو مش قادر اعمل الاي اي موديل بتاع الدوله نفسها او المؤسسه نفسها، ممكن اخد حاجه من اوبن سورس اللي هي مفتوحه المصدر وانزلها عندي في الداتا سنترز بتاعتي، واقدر اقفل عليها ما تخرجش بره الانترنت، واعلمها الداتا بتاعت المؤسسه بتاعتي، بحيث كمان حتى استفاد من امكانيات التكنولوجيا الموجوده. بس الاوبن سورس دي مش احيانا بيكون في باك دورز وبيبقى في حاجات سكيورتي وايز ما هو لازم بقى يكون احنا الحمد لله في مصر عندنا الانجينيرنج وعندنا المهندسين اللي يقدروا يمسكوا ويبصوا على الكودينج. يعني انا عارف ناس مهندسين ما شاء الله عملت في دول الخليج الاي اي موديل بتاعها. الامكان يعني احنا كانجينيرنج وكعلم لا الحمد لله عندنا. احنا بس هي المشكله عندنا في الاي اي تحديدا في الكونسيومنج باور بتاعته، محتاج طاقه كبيره جدا. دي وورلد وايد كمان في مصر. ده العالم كله بيعاني من المشكله دي. يعني عشان تعرف تعمل حاجه محتاج دي، بس انت كنولج وكعلم وكامكانيات لا موجود. فبالتالي انت تقدر الناس تخش وتبص على الكود، ما هو اوبن سورس، الكود ما كله مفتوح، تعرف تعدل وتقدر تعمل له الكاستمايزيشن او تعرف تعمل له التخصيص المناسب اللي يناسب الدوله او اللي يناسب المؤسسه، علشان بناء على كده اهو نقدر نحافظ على البيانات بتاعتنا. طيب احنا بدأنا فعلا في مصر في موضوع الداتا سنترز ولا لسه؟ لا موجوده طبعا، موجوده. بدأنا فعلا. بالدليل على كده الشمول المالي، يعني الشمول المالي اللي كان موجود دلوقتي برنامج زي نستباي وزي البرامج اللي هي شغاله في الجزء دوت، وتربيط ما بين الاي جفرنس وكل حاجه مسمعه مع بعض، دي ما كانتش هتحصل تكون موجوده الا لما كانت مصر تكون فيها الداتا سنتر دي، وتعرف تربط ما بين مؤسسات الدوله. دلوقتي انت لو دخلت على بوابه مصر هتلاقي اسمك، هتلاقي بطاقتك، هتلاقي عربيتك، هتلاقي شركتك، هتلاقي كل ده موجود في بلاتفورم واحد. قبل كده كنت بتخش لمرور ده واحد، بتخش مش عارف هنا ايه، بتخش فبتروح بتروح مواقع كتير ده لو فيه وبتشوف الداتا. انما دلوقتي لا، كله دلوقتي متربط ببعض. يعني اذا موضوع الاي اي او الداتا مش بس بيساعد على اتخاذ القرارات، لكن كمان بيسهل ربط الامور بعضها ببعض داخل الدوله، وبيسهل على الدوله اجراءات يمكن تاخد سنين وسنين عشان تتنفذ على الارض. مظبوط. هي الداتا دلوقتي ما هي الا كنز. هو ليه دلوقتي مواقع زي التواصل الاجتماعي كلها مجانيه؟ علشان الداتا، علشان البيانات اللي بياخدوها، يعني بياخدوا البيانات ديت يبتدوا يحللوها، وبناء عليه يبتدوا يتحركوا بقى يبيعوا لنا حاجات او يستعملوها استعمالات اخرى. فبالتالي هي البيانات هي دلوقتي نقدر نقول هي الايه، هي ذهب العصر او بترول العصر. فبالتالي اللي يحافظ على الداتا بتاعته وبيعرف يستغلها، ما انت ممكن يكون عندك داتا بس ما بتعرفش تطلع منها حاجه. لا، الداتا موجوده، اشتغل عليها صح، وبناء عليه تقدر تعمل تحليل بالاي اي او بتولز كتيره، تقدر بناء عليه يطلع لك
دايركشن تقدر تمشي بيه، وبناء عليه تعرف تتحرك. هل كمان الوسائل التكنولوجية الحديثة من AI وداتا اناليسز وغيرها بيستخدموا في الأسلحة؟ سمعنا عن أسلحة ذكية مثلا، هل بتستخدم للأسف في الأسلحة؟ للأسف طبعا. يعني ديت يعني للأسف من المشاكل. بس أرجع تاني وأقول يعني أنا كان ليا تشبيه زمان، ألا وهو إيه؟ ال AI أو أي تكنولوجي موجودة عاملة زي مثلا زي السكينة. صحيح. احنا ممكن نفس السكينة أعمل بيها أكل، أقطع بيها فاكهة، وممكن أعور بيها ناس. فهي أنا بقى كبني آدم، أنا كإنسان هقدر أعمل إيه بالتكنولوجي دي؟ فهي للأسف طبعا هنرجع تاني ونقول يعني ترجع في الآخر تقول ليه المؤسسات وليه البني آدمين اللي بيستخدموا التكنولوجيا، هل يستخدموها في الصح في الجانب الإيجابي اللي يعرفوا يخدموا البشرية والناس ولا للأسف يستخدموها في الأسلحة وي. وشفنا ده طبعا، ده من حرب غزة وي. بس ارجع تاني واقول هي برضك الاي اي او التكنولوجي بنقدر يعني يعملوا بيها حاجات كتير، بس تاني برضك قدام البني ادمين او قدام ذكاء البشر، لا البشر لحد دلوقتي الاي اي ما وصلش لسه للذكاء البشري. الاي اي دلوقتي هيساعد انه يعمل اناليسيز، هيساعد انه ياخد قرار، بس لو حته كمان ان هو ايه وصل للمخ البشري لا. فاحنا حتى كبني ادمين في المرحله اللي احنا فيها حاليا دلوقتي لا، احنا لسه يعتبر افضل منه واحسن منه. والدليل على كده ان مش كل حاجه بيجيبها بتكون صح. زي ما قلت لحد دلوقتي في هالوسينيشن، فيها هلوسه لحد دلوقتي، ممكن يغلط، ممكن يغلط. فبالتالي انا كبني ادم لما بكون موجود في التشين ديت او في السلسله ديت، فبالتالي بقدر اوجه. انما لو سبت كل حاجه ليه، ما ده هيبقى اكبر خطر على فكره. يعني اذا مهم جدا زي ما الدكتور احمد بيقول لنا انه يكون في عنصر بشري مدرب تدريب راقي محترم، ويكون على قدر كبير من الذكاء والمعلوماتيه علشان يقدر يراجع ورا اللي بيعمله الاي اي والريبورتس اللي بتطلع من الاي اي او السيناريوهات والاقتراحات اللي بتطلع، علشان في حالة وجود اي اخطاء يقدر ان هو يعني يعالج هذه الاخطاء بسرعة. الموضوع كبير، الموضوع متداخل ومتشابك، وبقى موجود في كل مفردات حياتنا اليومية، وبقى كمان بيؤثر على صناعة القرار في كل أنحاء العالم. دكتور أحمد صلحي، أستاذ الذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال، شكرا جزيلا، نورتنا. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك. شكرا لحضراتكم. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله وحلقة جديدة من البرنامج. حتى نلتقي في رعاية الله.